يا ترى مين ما بيحبش الفسيخ؟ لو انتي بتحبي الفسيخ يبقى الفيديو ده ليكي. صباح الفل، صباح الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين. النهاردة فيديو جديد هنعمل بس يا دوبك الفسيخ. انا هوريكم كل الخطوات من اول ما جبته من السوق لحد ما هيتاكل ان شاء الله. بصوا، اول حاجة بوريكم ان الخياشيم لازم تبقى وردي، والسمكة تبقى من البطن طرية ومن فوق تبقى ناشفة شوية، والبوز بتاعها يبقى عريض. البوز اللي هو بيبقى مطول ده لا، دي مش بوري. ولازم العين بتاعتها تبقى بتلمع كأنها صاحية. بصوا السمكة طرية مش ناشفة وما تكونش منفوخة، هي كده تبقى طازة وزي الفل. اول ما جبتها اشتغلت فيها على طول، ما استنيتش حتى ولا حتى غيرت هدومي. انا نزلت جبتها وجيت اشتغلت فيها على طول، علشان خاطر هو كان طازة وانا عايزة اشتغل فيه وهو طازة، مش عايزاه حتى يقعد يعني 5 دقايق بره المية. بصوا لازم تغسلي الخياشيم كويس جدا جدا، طبعا بمية جارية، ده لازم يعني تحت الحنفية. بصوا، وتفتحي بق السمكة وتطلعي كل الدم الزيادة. انا هنا بدوش شوية على بطن السمكة، من يعني بصوا شايفين كده حاجة بسيطة قوي علشان خاطر تطلع كل الدم الزيادة. وبمسك جسم السمكة كله، بقعد ادعك فيه علشان خاطر طبعا لو في اي دبان او في اي حاجة كانت في السوق يعني وانا بغسلها كده اتخلص منها. اهم حاجة في الفسيخ النظافة بتاعته، احنا بنعمله في البيت علشان خاطر نضمن اللي احنا بناكل حاجة نظيفة. كل ما اغسل سمكية كده احطها في مصفى، ولازم يبقى تحتها طبق. بصوا شايفين لازم نغسل الخياشيم كويس جدا، وانتي بتنقيه انتي اللي بتنقيه بايدك، بلاش الراجل ينقهولك، علشان انتي تبقي ضامنة السمكية اللي انتي هتاخديها. انا زي ما قلت لكم لازم عينيها تبقى بتلمع، ولازم السمكة تبقى طرية مش ناشفة، وملمسها ناعم. دي كده تعرفي اللي هي طازة. بصوا كمية الدم اللي نزلته. انا بحطها في المصفى في الاول من غير مناديل ومن غير اي حاجة، بخليها تنزل الدم الباقي منها براحتها خالص. يعني الكلام ده كان الصبح، كانت الساعة 11 الصبح. انا فضلت سايباها من غير مناديل لحد بالليل على الساعة 12 كده. على الساعة 12 تخلصت من المية اللي هي نزلت منها اللي هو الدم. بصوا كمية الدم اللي نزلت. بصوا بغطيها بشاشة، الشاشة دي مخصصة للفسيخ، انا مخليها للفسيخ، بشيلها لكل مرة بعمل فيها فسيخ علشان خاطر ولا اي حشرة ولا اي حاجة تبقى تيجي عليها. بعملها بقى بمناديل بعد الساعة 12 بتكون صفت المية خالص، وبحطها بقى في مناديل واسيبها لتاني يوم. لو انتي الدنيا حر عندك، بعد ما تصفي ميتها دخليها التلاجة. لكن لو انت شايفة ان الدنيا كويسة عندك والرطوبة كويسة، لا خلاص خليها من بره لحد تاني يوم وهي متغطية كده، وتحطي المناديل بعد ما بتصفي خالص المية. بصوا انا عايزة اوريكم ان السمكة مش منفوخة ولسه بتلمع زي ما هي. بصوا المناديل نزلت الزيادة. انت لو حطيتي المناديل في الاول، المناديل هتبقى مبلولة وهتشرب هتحسيها اللي من جوه لسه مندية. فعشان كده بقولك لا، صفي المية او الدم الاول، وبعد كده بعد 12 ساعة حطي المناديل. وهنا بكون مجهزة ملح وشطة بس، مش بستعمل حاجة تاني. بس الملح تجيبيه من عند العطار يكون ملح خشن. انا دول كانوا حبة عندي ورحت اشتريت عليهم تاني، يعني طبعا دول مش هيكفوا. بصوا انا هنا هوريكم، جبت كيس ب10 جنيه. كل الكيس اللي انا ماسكاه ده كده ب10 جنيه، مش حاجة. بس تقولي له ملح خشن اللي هو الملح الرشيدي. بص انا بوريهولكوا خشن ازاي. وطبعا شطة، انا برضو بحب اجيب الشطة خشنة، ما بحبش اجيبها ناعمة. انا بقول له انا عايزة شطة خشنة.
وبحب اكتر الشطه قوي. هيبقى حراق؟ لا خالص مش هيبقى حراق، بس انا بحب احط الشطه كتير علشان خاطر هي دي يعتبر الماده الحافظه. وطبعا الملح للتخليل. بحشي كل السمكه من الخياشيم بتاعتها. بصوا انا هنا، بصوا بوريكم ان السمكه مش منفوخه، دي تبقى اهم حاجه، ولا منفوخه ولا مطلعه ريحه. طالما مش منفوخه ومش مطلعه ريحه يبقى انت كده ماشيه صح. بصوا هنا بحاول ادفس الملح جوه بق السمكه والخياشيم بتاعتها. بحاول ادخلها على قد ما اقدر جوه، بس يعني السمكه ما تتفتحش مني. يعني انت خليكي حنينه على السمكه علشان خاطر ما تتفتحش منك. هعمل، بصوا دول كانوا 5 سمكات. هعمل كل السمك بنفس الطريقة. انا جبت 5 سمكات علشان اوريكم اللي هي 5 سمكات، عشان لما انا افتحهم تبقى 5 سمكات، علشان خاطر يبقى العدد هو بنفس الفتحة بنفس كل حاجة. بصوا انا هنا بحاول احرك السمكة كده اللي هو من عند راسها علشان خاطر تدخل اكتر كمية ملح بس. وبعد كده بحطهم في كيس. طبعا الكيس يبقى نضيف. بحطهم في كيس واحدة عكس التانية، شايفين؟ بس. وبعد كده طبعا بغلفها بكذا كيس وبسيبها. انا هوريكم واحدة بتبقى عكس التانية. علشان ليه واحدة؟ انتوا ممكن على فكرة عادي تحطوهم مع بعض، بس علشان خاطر الملح ياخد من كل السمكة. يعني هي مش قاعدة، بس علشان خاطر تبقى كلها استوت من عند الديل ومن عند البطن ومن عند كل حاجة، تبقى الملح طايلها. وبصوا بحط شوية زيت صغيرين جدا. اوعي تحطي الزيت مع الملح وانت بتخلليه، هيمرر. دي نصيحة، لاني انا عملته كذا مرة بكذا طريقة. الزيت لما بيدخل جوه الملح بيمرر. لا، خلي شوية زيت صغيرين خالص من بره كده علشان بس يمشي عملية الذوبان بتاع الملح والتخليل. بأمانة دي افضل طريقة انا بعملها. انا بقالي كذا سنة بعملها، ونشكر ربنا ما حدش كل منه غير لما قال لي حلو وكان طعمه جميل. وبغلفها. وعلى فكرة عايزة اقولك على حاجة، مش شرط خالص تغلفيها بكيس كتير قوي قوي قوي. يعني انا بصوا غلفتها يعتبر ب3 اكياس بس. هي اهم حاجة الكرتونة او سوري معلش، العلبة اللي انت هتحطيها فيها لازم تبقى محكمة الغلق جدا جدا جدا. بصوا هنا جبت العلبة دي محكمة الغلق جدا. بحطها فيها وبسيبها بقى 15 يوم. انا هنا كنت شاريه يوم كام؟ كنت شاريه يوم 16/3 يوم الحد، واشتغلت فيه يوم الاثنين، فانا هفتح عليه يوم الاثنين يعني بعد 15 يوم. انا هنا فتحت عليه امبارح، فكده عدى عليه 15 يوم. بصوا نزل المية بتاعته، انا ما لمستهوش. حابه اللي انت تقعدي مثلا كل اسبوع تقلبي فيه مفيش مشكله، بس انا ما لمستهوش. الميه اللي نزلت منها دي احنا ما بنعملش بيها اي حاجه خالص. يعني دي تتخلصي منها لانها ما بتبقاش حلوه، ودي يعتبر الزفاره والبواقي اللي نازله منها. بصوا دي كده نفس الكياس اللي انا غلفت بيها. انا حبيت ادمج لكم الفيديوهين على بعض علشان خاطر ما تتلخبطوش. يعني انا استنيت لما هو استوى وقلت اعمل الفيديوهين على بعض. انت لو عايزه تعمليه على شم النسيم هتلحقي جدا، وبعدين الدنيا ابتدت تحرر، ف يعني ممكن اصلا يقعد معاكي 12 يوم. هو الفكرة كل ما هتسيبيه في التخليل كل ما هيحدق معاكي. يعني انت لو حابه حادق سيبيه، يعني ممكن لو عملتيه مثلا النهاردة يقعد معاكي 20 يوم، سيبيه براحته، بس كده هيبقى حادق معاكي قوي. بصي هنا بقى بوريكي، بصي طرية وفظيعة ازاي. انا عايزة اقول لكم احنا طبعا صايمين، كل سنة وانتم طيبين. فيعني كنت عايزة اجيب ليمونة كده واكل، ما كنتش قادرة من الريحة
بامانه ما كانش مطلع ريحه زفاره خالص، كان مطلع ريحه الفسيخ اللي هي الحلوه. بصوا طري ووردي ازاي، بصوا، وكانت دايبه جدا، كانت دايبه. انا هنا بصوا بوريكم دايبه ازاي، وبصوا السلسله اتشالت بكل سهوله. انا طبعا مش هشيلها لان احنا لسه بدري على شم النسيم، احنا مش هناكله دلوقتي، احنا هناكله على شم النسيم. انا هفتح كل السمكات علشان خاطر اوريكم اللي هي ولا باظت ولا اي حاجه خالص. بصوا طري، وكانت بامانه فظيعه، عايزه تتاكل يا جماعه. لسه هنستنى على شم النسيم، مش قادره اقول لكم كان فظيع وطري ازاي. انت لو مشيتي معايا بالخطوات صدقيني هتاخدي نتيجه مرضيه جدا، ومش هتشتريه تاني من بره. كل ما هيخلص معاكي كل ما هتعمليه، وهيبقى قاعد معاكي على طول في البيت. وعايزه اقول لكم ارخص وانضف كتير جدا من اللي انت بتشتريه، وسهل جدا، وما بياخدش معاكي وقت ولا في تخليله ولا في فتحه. فاللي متعود يشتريه من بره، لا بامانه لو جربتوا الطريقه دي هتدعولي وهتلحقوا على شم النسيم تعملوه. وكل سنه وانتم طيبين. انا طبعا هنا علشان خاطر فتحته قبل شم النسيم، فانا هرجع اقفله تاني. الميه اللي هي جوه دي الميه بتاعته نظيفه، فدي يعتبر يعني الماده الحافظه بتاعته. انا هجيب كيس نظيف وهحط وهرجع فيه السمك تاني، وهحط فيه الميه وهغلفه وهحطه في الفريزر. هطلعه امتى؟ هطلعه قبل شم النسيم بيومين، يعني شم النسيم يوم الاثنين، انا هطلعه السبت بالليل وهحطه في التلاجة. ان شاء الله يوم شم النسيم هنطلعه وهننضفه، طبعا هننضفه مع بعض. بصوا انا برجع المية بتاعته تاني عشان المية دي هتبقى هي اللي حافظه، لكن المية الاولانية اللي طلعت لا دي ما بتبقاش صالحة خالص، لكن دي بتبقى نظيفة وزي الفل. جربوه على ضمانتي وصدقوني مش هتخسروا. في ملحوظة، لما هتيجوا تحطوا الزيت حطوا زيت اكل عادي، بلاش تحطوا الزيت اللي هو بتاع التموين علشان خاطر ما يمررش معاكم. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وبحبكم، وسلام.